السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو جديدة. ان شاء الله تلقاكم بخير وان شاء الله تلقاكم مهنيين وتكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. انا راح نشوفوا هاد الوصفه تاع الكوكا المورقه اللي تجي كروستيونت مقرقشه قلت لكم مقرمشه وتتفتت وحدها. راح تشوفوا معايا الوصفه البنات، راهي سهله سريعه خاصه للنساء العاملات، ما كاين لا خميره لا اختمار لا والو. اما يعني ما كاش خميره تاع الخبز فوالا. نبداو اول حاجه في لا فارس ديالها التكتوكه. هنايا في لا كوكوط ديالي هذيك الصغيره حطيت شويه زيت، حطيت زوج حبات بصل اللي كنت رحيتهم في الاشواغ، ولكن نرحيهم كشغل خشين، ما نرحيش رقيق باش هذاك البصل يبقى باين وما يذوبليش بزاف. حطيت هذاك البصل، حطيت ثاني زوج حبات طوماطيش اللي كنت نحيت لهم الزريعه ديالهم وقطعتهم الى قطع تكون شويه كبيره بيهم بالقشره ديالهم. حطيتهم داخل لاكوكوت مع هذاك البصل. زدت نص حبه تاع فلفل الحلو الاحمر ونص حبه تاع فلفل حار، تبقى اختياري. تحبوا تزيدوا طوماطيش تاع الباطا لكم الاختيار، انا استغنيت عليها. زدت هنايا فص تاع الثوم، وبالنسبه للتوابل درت ملح فلفل الكحل والعكري الحلو، هذا ما كان. خلطهم برك مليح وغلقت مباشره على لاكوكوت مينوت ديالي، وبمجرد ما تبدا تصفر نقصت لها شويه النار وحسبت لها 10 دقائق. بعد 10 دقائق شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها، يعني تم طابت لي، ما قليت ما قعدت نحرك في هذاك البصل والطوماطيش، يعني تم طابت. واذا كان كيتفتحوا لا كوكو تلقاو فيها شويه تاع الماء، تقدروا تزيدوا تخلوها يعني نحولها لغطا ونخليوها تتشرب. نروحوا دوكا خياتي للعجينه. في الريسيبيون ديالي حطيت كاس تاع ماء وحطيت كاس تاع زيت، مغرفه صغيره تاع الملح، او الملح راح يكون على حساب الذوق، وزدت عليهم حبه بيض. نخلط كامل هاد المكونات بلو بغا ميكسور. اللي ما عندهاش هاد لو بغا ميكسور تخلط بالفوي اليدوي ملح حتى تندمج هذيك المكونات، خاصه الزيت ما لازمش كامل تولي تبان، شغل تحصلوا على واحد الخليط يكون شويه كريمي. دوكا نبداو نزيدوا الفارينه كما شفتوا معايا. حطيت زوج كيسان، حطيت مغرفه صغيره معمره مليح تاع خميره الحلويات. هنا زدت الكاس الثالث ونخلط ونشوف. راح نحاول حتى الفارينه نعطيها لكم مقادير مضبوطه تكون بالكاس هكذا باش تنجحوا فيها حبيباتي. نخلط هكذا في الاول غير بلا سباتول. هنايا اني نزيد في الكاس الرابع، دونك نروحوا دائما الكاس الرابع نروحوا معاه شويه بشويه، لانه نوعيه تاع الفارينه اللي نستعملوها راهي تختلف، وحتى بالنسبه لحجم تاع البيضه. الكاس هذا ديالي اللي كيلت به خياتي يرفد 220 ملل من السوائل. فوالا دونك بالنسبه لهذا الكاس الرابع زدتو شويه بشويه كما قلت لكم، وهنا راني كملت كامل الكميه. دونك انا بالنسبه ليا رفدت لي 4 كيسان تاع فارينه. هنايا نخلطها مليح، وهنا باش تندمج كل المكونات مليح مع بعضها البعض. حطيت العجينه ديالي فوق لو بلان دو طرافاي وعجنتها شويه، يعني دقيقه برك. المهم كما قلت لكم باش العجينه ديالي ولا الفارينه هذيك تدخل مليح في هذوك السوائل. رجعتها للريسيبيون، خليتها ترتاح حوالي 10 دقائق برك، يعني قسمه ترتاح، لانه باش بعد كي نحلوها راهي رايحه تمدلنا الطوع، هذا ما كان. لانه راهي ما فيهاش الخميره تاع الخبز، درنا فيها غير خميره تاع الحلويات، وهذيك طبعا ما تحتاج باش تخمر. رشيت ثاني المكان العمل ديالي بالفارينه. نحطوا العجينه ديالنا نحلوها بالحلال على شكل مستطيل هكذا، السمك تاعها حوالي هكذاك 4 ولا 4 مليمتر هكذاك. هنا نوجدوا الخلطه تاع التوريق اللي كنا يعني درناها مع بعض من قبل الوصفه هذه، فقط انا اليوم دخلت عليها شويه تعديلات. دونك هنايا في لو بول ديالي حطيت مغرفه تاع لا مارغارين عادي، الا عندك تاع التوريق تقدري ديري. خلطت معها شويه زيت، حوالي 2 مغارف ولا 3 كبار تاع الزيت، وزدت لها 2 مغارف كبار تاع مايزينا، ونخلطهم مليح بالفوي اليدوي. نخلطهم مليح حتى يعني نحصلوا على خليط ولا على قوام يكون كريمي. هنايا نطليو كامل هذيك الكميه على الوجه تاع العجينه اللي حليناها، ومن بعد نبداو نطويو هكذا، ندورو برك ونمشيو العجينه اللي نتحصلوا عليها، يعني عجينه هايله كما كتشوفوا ما تلصقش البلان دو طرافاي. وكي نخلوها ترتاح شويه تمد لنا الطوع، يعني نقدروا نخدموا بها بكل سهوله. هنايا نغلقوا في الاخر، نقرصوا مليح العجينه ديالنا باش هذيك الزبده ما تخرج. مام على لي كوتي تاني نحاولوا نغلقوها، ومن بعد نقلبها، نخليو دائما هذيك الفتحه هي لتحت، ونقسمها هكذا في الوسط
تشوفوا يعني كيفاش راح تجي هاد التوراق هذا. شوفوا كيفاش تجي هاد الطبقات هادوما. هنايا بالاحسن نحطوهم هكذايا في طبسي، نغطيوهم فيلم اليمونتير وندخلوهم شويه للثلاجه ولا شويه برك للكونجيلاتور تاني حوالي هكذاك 10 دقائق باش هذيك الزبده تحكم روحها، وكي نكونوا نحلوها ما تخرج لناش. يعني هادو ما بعض النصائح اللي تعاوننا ولا اللي يعاونونا باش نتحصلوا على نتيجه بزاف هايله وعلى هذاك التوراق اللي شفتوه معايا في لا فيديو. هنايا بعد ما جازوا 10 دقائق بعد ما حطيتها في المجمد، جبت وحده درت شويه فرينه في مكان العمل وبديت نحل فيها على شكل مستطيل ولا حلوها على شكل مربع. المهم حلوها على حساب السنيوه ديالكم. شوفوا نرفدوها البنات بهذه الطريقه بالغلو ديالنا هكذا باش تجينا سهله. ما تنسوش البنات تاني نصيحه واحده اخرى، كي تكونوا تحلوا في العجينه ديالكم مره على مره دوروها ورشوا الفرينه هكذا باش هذاك الفويتاج ما يهرب لكمش. هنايا نمشوها مليح في لو بلاطو ديالنا. دونك بالنسبه للسنيوه خياتي هاد الكميه اللي مديتها لكم تحتاج سنيوه تاع 25 الى 30 سنتيمتر. دونك 30 على 25 سنتيمتر. انا هنا السنيوه تاعي جات شويه كبيره يعني ما مشيتهاش كامل. دونك كي نحطوها ولا كي نحلوها ما لازمش تاني تكون رقيقه بزاف، تاني تكون تقريبا هكذاك واحد 4 ملم في السمك ديالها. حطيت بعد هذيك التشكتوكه ولا لا فارس اللي طيبتها اللي ضروري تكون بارده، ونحطوا فوقها شويه جبن. وطبعا اللي تحب تزيد مثلا لحم مرحي ولا تفتتي مرسو دجاج ولا تقدري ديريها بالطون، هادو ما الاضافات كل واحد تاني على حساب مقدوره. انا درتها غير هكذا بهذه الطريقه بدون لحوم وصدقوني يعني جات بنينه، جات ما شاء الله. يعني هذاك الجبن يكفي، عطاها بنه بزاف هايله. بنفس الطريقه جبت من المجمد الجزء الثاني تاع العجينه وحليتها يا الثاني كيف بنفس الطريقه، وغطيت عليه لافارس هكذا كما تشوفوا. يعني الفيديو هو راهو يعبر لكم. نضغطهم مليح مليح على الجوانب، ومن بعد هنايا نجيبوا صفار تاع حبه بيض، خلط له 2 مغارف تاع حليب، وندهنوا كامل الوجه تاع لا كوكا ديالنا ولا بيتزا كوفرت ديالنا هكذا باش طيب لنا بيان طيب لنا محمره. وكما نقول لكم دائما اللي عندها الفوق تاعها ما يحمرش، زيدي شويه تاع القهوه سريعه الذوبان مع هذاك البيض هكذا باش تحمر لك مليح. ومن بعد ناخذ هنايا موس ونقطعوه، ولكن ما نقطعوش حتى لتحت كشغل، رانا نعلمو وفي نفس الوقت نديرو شويه هكذا برك فتحات باش اذا كاين هوا راهو حاصل داخل راهو رايح يخرج. هكذا نقطعوها مربعات ولا مثلثات كيما تحبوا، نبيكيوها بحبات تاع زيتون الكحل وندخلوها للفرن يكون ساخن من قبل على درجة حرارة 200 درجة مئوية. لازم النار تكون شوية قوية باش تتورق لنا البيتزا هذه. بعد ما خدت تحميرة من الأسفل شعلت لها لاغري من الفوق حتى خدت هذا اللون الذهبي الشباب اللي كما كنتوا تشوفوا فيه اللي يشبه البيتزا تاع ولا الكوكا تاع لي بولونجري. تاني باش تكون عندكم هاد التحميره لازم كي تجوا تحمروها من الفوق تهبطوا الصنيوه ديالكم كامل للتحت، بيان سور تكون طفيتوا النار تاع التحت هكذا باش الحراره توزع مليح مليح وتتحمر لكم. يعني هاد الطريقه نديروها في كامل، يعني في اي حاجه انا حابين نحمروها دائما نهبطوا الصنيوه ديالنا للتحت هكذا كوكا ولا خبز ولا بقلاوه ولا راهي رايحه تحمر لكم كامل على ضربه. ما تنسوش طبعا كي تكون تتحمر تحركوا السنيوه ديالكم تقلبوها مره على مره هكذا باش تحمر لكم كامل على ضربه بهذا اللون الشباب هذا. وهنا راني قسمتها لكم راكم تشوفوا كيفاش تجي مورقه كروستيوم تتفتفت وحدها وحدها وجات من اروع ما يكون. شوفوا هنايا كيفاش راهي تتفتت وحدها وحدها وعندها قرمشه رهيبه يعني وتجي بزاف بنينه. نتمنى خياتي تجربوها، واذا كان جربتوها كما العاده ما تنسوش تشاركوني تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام كويزين سميرة ديزاد. شاهدكم في الجنة حبيباتي. في الآخر ما تنسوش جام نقول لكم تهلاو في صحتكم تهلاو في روحتكم، أحبكم في الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.